السلام عليكم ورحمة الله. اللي ورايا دي شجرة اسمها شجرة دريك. زمان كنا بنستخدمها أصل يطاب عليها البرتقال واليوسفي والليمون، لأنه جذرها جذر قوي بتحمل كل الأراضي، إنما هي كثمرة ملهاش قيمة اقتصادية كبيرة. فزمان لما كانت بتظهر في الغيطان والمزارع، أنا بس عايز أقول لكم الستات الأوائل بتوعنا كانوا كرييتيف جدا ودماغهم شغالة أوي، بعكس الأجيال الحالية. البرتقال ده الريج ده الصنف ده، لأن هو مش برتقال ومش استفندي، هو ده ريج صنف لوحده. الستات استخدموه في الفلاحين، بقى ياخدوه يقطعوه على المش. في مصر كانت بتعمل مربى، ويسألوا كده لو اللي بيتفرجوا عليه أطفال يعني صغيرين في السن، اسألوا أمهاتكم وجدتكم، وانتوا كنتوا بتعملوا حاجة اسمها مربى لاريج. وفي الفلاحين بتهيألي لغاية قريب كان بيتخلل، اه، وبيتحط على المش. ده اللي انا اعرفه يعني. وجميل جدا، طعمه جميل جدا. هو كثمرة مش مرغوب فيها أوي، مش ثمرة أكل. إنما لما بيخش في مكونات تانية، وتقريبا بيخش في عصاير وفي مربات وفي حلويات، يعني ليه استخدامات. الشاهد ايه؟ إن الستات الأوائل أو الأمهات القدام والجدود ده عرفوا يستخدموا حاجة زي كده، ما كانش ليه استخدام، فخلوا حاجة ملهاش قيمة اقتصادية بقى لها قيمة اقتصادية. فالفكر ده فكر متطور جدا. لما تقيسه بالواقع الحالي هتلاقي له فكرة أعلى. ده استعملت مع إمكانيات البلد أو المنطقة اللي هي فيها، مع إمكانيات جوزها، وحابة تبقى كرييتيف بقى وتخلق حاجة من العدم، حاجة ما كانتش موجودة، تعمل مربى منه أو تخلله. وهو كان هيترمي، لأن هو مبيزرعش لوحده يعني، محدش بيزرع اللاريج، احنا بنستخدم الأصل بتاعه بس. فساعات كده في فرع بيطلع لوحده، أو الطعم اللي راكب دوت يفشل، فالشجرة كلها تكبر وتتلسي، ده ستيجز هتشيلها، فيظهر بقى المكونات ديت. معرفش انتوا شايفينها كويس ولا لأ. فبالتالي قدروا يستخدموها. شابوه لكل الستات المصريين الأوائل. صباحكم زي الفل.